لو جينا نعمل ملخص للاعب في فيديو مدته 90 دقيقة، الفيديو مش هيستغرق دقيقة او دقيقتين بالكتير، ده لو لاعب جامد جدا. طب باقي 90 دقيقة 88 دقيقة دول راحوا فين؟ اللاعب برضه بيقوم بمهام وادوار تانية في الملعب المدرب محفظها له، وهو التحرك بدون كورة. ادوارك انت كلاعب اللي انت مكلف فيها بدون كورة اكتر بكتير من وانت معاك الكورة. وانت معاك الكورة مش مطلوب منك اكتر من الباص، وعشان كرة القدم لعبة جماعية مش لعبة فردية، وانت كمدرب لو قدرت توصل الفكرة والمعلومة دي للعيبة هتبقى مدرب شاطر. لان القدرة الفردية والاعتماد على الموهبة هتحتاجها برضه، بس في اوقات معينة وقليلة جدا في المباراة. وده اللي احنا هنشوفه دلوقتي لفريق براعم مواليد 2012 مع البروفيسور محمد رمزي. وعشان كرة القدم لعبة جماعية مش فردية، المدرب محفظهم ان الكرة هي اللي تتعب مش انت. وعشان علميا كمان اللاعب لو عمل باص الكرة هتوصل اسرع من ان اللاعب يمشي بيها ويوصل للبوزيشن او المكان اللي هو عايزه. يعني لو جينا نحسب كده ونعمل احصائية هنلاقي الباص اللي اللاعب بيعمله عشان الكرة توصل للاعب التاني بتستغرق من 3 أو 4 ثواني عشان الكرة توصل للاعب التاني. طيب اللاعب لو مسك الكرة وعايز يوصل بيها للبوزيشن او المكان اللي هو عايزه هيستغرق حوالي 10 ثواني، وده رقم كبير جدا بالنسبة للكرة وسرعة الكرة. وخاصة لما يكون معايا حل من الحلول ان انا اباصي او انا اعمل الباص كويس ويوصلني للجون اسرع. لك ان تتخيل عزيزي المستمع عزيزي المشاهد ان فريق مواليد 2012 قدر يعمل 16 باص بدون ميس باص قبل تسجيله للهدف. انت متخيل؟ الفريق عمل 16 باص قبل ما يسجل هدف. تعالوا بقى نشوف ايه الحكايه دي مع فريق اكاديميه العالمي مع كابتن محمد رمزي. عايزك بقى تتفرج وتمتع عينك وتشوف شخصيه البطل. طبعا اي مدرب يتمنى اللعيبه اللي معاه تنفذ افكاره وتنفذ اللي هم عايزينه. هنا الفريق وشخصيه الفريق البطل هتشوفوها مع مواليد 2012، مواليد لسه براعم. طبعا لو جينا نحلل الهدف الاول كده ونحسب الوقت، طبعا الهدف جه في حوالي 30 ثانية زي ما انتم شايفين. الوقت بيعد. وهنا الباص او وان باص اللي الولاد بيعملوه استلام وباص اقصى حاجة. طبعا بيغيروا الملعب في جميع الاتجاهات وبينزل لتحت وبيلعب على الاطراف وشغل المثلثات موجود. الشغل ده كله تحفيظ، بس الولاد عندهم الكواليتي والقدرة والجودة اللي هم ينفذوا اي مهام المدرب يطلبها منهم. شوف الدوران بقى بتاع اللاعب ده، دوران هايل جدا وختمها بهدف هايل جدا. سيبك بقى من عدد الباصات والكلام ده كله وتعالى نحلل الهدف ده بالراحه مع بعض كده. بدايه من عند المدافع كده ولعبها للوينج اليمين زي ما انتم شايفين، لعبها له وان باص كده زي ما انتم شايفين، حطها في قلب الملعب واللاعب برضه حطها له من لمسه واحده زي ما انتم شايفين. هنا بقى الانطلاقه من لاعب الهاف اللي عمل الانطلاقه ده، التاني ده حطها له بوش رجله زي ما انتم شايفين. هنا بقى في الزحمه، شوف الراجل واقف في الزحمه ازاي قدر يستخلص ويستخدم مهارته ويمشي بالكره خطوتين كده. الراجل اتلاقى ظهره الملعب فحطها له على طول وان باص. شوف الراجل ده بقى رقم 11 ده اللي فتح الملعب الناحيه التانيه خالص. وشوف الدوران بتاع اللاعب اللي سجل الهدف بشكل جميل جدا، والثقه بتاعته ان هو يصوب من مكان زي ده وعنده القدره ان هو يصوب من المكان ده. والمدرب لو جينا نعمل الصوت كده هنلاقيه بيتكلم معاهم بشكل كبير ودايما بيتكلم معاهم. هنا برضو طبعا اقصى حاجه بالنسبه للعيبه دي الاستلام والباص، يستلم وياخد خطوه ويعمل الباص بتاعه، بيقدروا يتحركوا من دون كوره زي ما انتم شايفين. الاستلام واللاعب ده رقم 11 لاعب هايل جدا عاجبني ما شاء الله. الفرقه حارس المرمى برضو بيلعب معاهم برجله بشكل كويس، يعني فرقه ما شاء الله. هنا طبعا الكره اتقطعت استخلصوها، الهجمه مرتده على طول بالتحرك من غير كوره. الراجل عمل الانطلاقه وعايز يلعبها كده بوش رجله، لكن الحارس اتعامل معاها بشكل كويس. ولكن الفولو والمتابعه والتحرك من غير كره اللي احنا لسه متكلمين عليه هو اللي نتج عنه الهدف زي ما انتم شايفين. هنا باك الشمال خد خطوتين كده زي ما انتم شايفين عشان يستلم الكوره وقام طلع بره الملعب تاني ولعبها ل 32 و32 بيفتح رؤيه لنفسه وبيفتح مسافه لنفسه كده وحطها بشكل مفيش اجمل من كده ومفيش اروع من كده زي ما انتم شايفين. حاجه في منتهى الجمال، حاجه في منتهى الروعه ما شاء الله. وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا. والفيديو لو عجبك ما تنساش تعمل لايك على الفيديو وتشترك على القناه لو لسه ما اشتركتش. هتلاقي لينك قناه اليوتيوب في اول تعليق، ادخل واعمل اشتراك على القناه عشان يوصلك كل جديد.